في تاريخ السينما في اسم بيجمع بين الفن والجراءة والعبقرية، ومخرج موهوب اسمه اتذكر في مهرجانات زي كان وبرلين وفينيسيا، وما كانش مخرج عادي، كان مدرسة كاملة علمت أجيال يعني إيه السينما تبقى رسالة. العبقري الاسكندراني يوسف شاهين اتولد سنة 1926 في اسكندرية وسط تنوع ثقافي وجنسيات مختلفة، وده اللي شكل الوعي عنده وخلاه يشوف الفن بعيون تانية. والسينما بالنسبة له ما كانتش مجرد تسلية، دي رسالة بتوصل للناس في كل مكان. وبعد ما خلص دراسته في فيكتوريا كوليدج سافر أمريكا ودرس فنون المسرح والسينما، وهناك اتعلم يعني ايه الإضاءة تتحول لدراما، والمونتاج يبقى لغة، والكاميرا ما تبقاش أداء. لما رجع مصر كان راجع بتفكير وعقل مختلف وسط سوق محلي كان لسه بيبدأ، ومن هنا بدأت الحكاية. سنة 1950 عمل أول أفلامه بابا أمين، وبعدها ابن النيل، واللي اتعرض في مهرجان كان. يعني أنت متخيل شاب مصري لسه بيبدأ حياته فجأة يلاقي نفسه وسط عمالقة السينما العالمية؟ النجاح ساعتها ما كانش سهل، ما كانش فيه معدات ولا تقنيات حديثة، والكاميرات ساعتها كانت بدائية، والميزانيات كانت ضعيفة جدا، حتى التوزيع الخارجي كان صعب. لكن يوسف شاهين اعتمد على التمثيل والحكاية والروح، وقدر يطلع منه صورة تبهر العالم كله. والصحافة الفرنسية كتبت عنه شاهين بيصور مصر بعيون عالمية، والأمريكان وصفوه بصوت الشعب المصري، أما بقى الإيطاليين اعتبروه مايسترو. يعني رحلته كانت كلها إبداع. اسكندرية ليه؟ حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، كلها مش بس أفلام لكن رحلة داخل عقل وروح شاهين بيحكي صراعاته الداخلية عن الهوية والحرية وكمان العيلة. أما عن أعماله الكبيرة كانت الأرض والاختيار وعودة الابن الضال والمهاجر، كلها كانت رسائل فكرية بقت أيقونات في تاريخ السينما المصرية. لكن المحطة اللي فرقت في حياته كانت فيلم المصير سنة 1997 اللي اتعرض في مهرجان كان. يوسف شاهين بفنه وبموهبته نقل السينما المصرية لمكانة عالمية، وخلى اسمه وسط أكبر المخرجين في تاريخ السينما.